القصة كتبدا مع الرحالة بن إسحاق البغدادي لما كان غادي شاد الرحال لواحد البلاد بعيدة. وكما لا يخفى عليكم أن في ذاك الزمان كان الترحال من بلد لبلد صعيب بزاف مقارنة بالزمن ديالنا. وهو غادي في الطريق قابل واحد المدينة، ومع كان عيان بزاف بسبب السفر بغى يدخل يرتاح فيها حتى الغدا ويكمل الطريق ديالو. قرب من الباب ديال المدينة ولقى منقوشين عليه كلمات واللي هما: يا معشر الإنس والجن لا تقربوا هذه البلدة فإن أهلها نيام حتى تقوم الساعة، فإذا دخلتم اليوم فيرحمكم الله، وإذا لم تدخلوا لا تذكروا مكانها حتى لا يراها غيركم، ولكم يوم الحساب جزاء على أفعالكم، وسيسألكم الله جل وعلا كيف حفظتم سر هذه البلدة. هذه الكلمات كانوا سبب كافي باش ابن إسحاق يحس بالفضول تجاه هذه المدينة هذه، الشيء اللي خلاه يربط الناقة ديالو عند الباب ديال المدينة ويدخل. وهو دخل لاحظ واحد الحاجة اللي شدت الانتباه ديالو، وهو أنه الوحيد اللي كيتمشى في هذيك المدينة، على الرغم من أن المحلات محلولين وعامرين بالسلع، ولكن لا مخلوق حي سوى ابن إسحاق في هذيك المدينة. فجأة خرج رجل متوسط العمر من واحد من دوك المحلات وعرض على ابن إسحاق باش يدخل عنده للدار ويرتاح ويضايفه. من اللي دخلوا الراجل تكلم مع ابن إسحاق وحكى ليه باللي مرض هجم على البلدة وقتل كاع الناس اللي فيها، وبأن هذه المدينة كانت مدينة عامرة بالتجارة والتجار كانوا كيجيو ليها من كل البلاد، وأن سبب هذا المرض واحد سميتو القصاب كان من أخطر السحرة. واحد النهار اختار 4 من فقراء هذه المدينة باش يحولهم لأغنياء. مشاو عنده للدار في واحد الليلة، ومع الفجر خرجوا الرجال ب4، ولكن الساحر ما لقاوش ليه الأثر. وكل واحد من هذوك الرجال خرجوا في يديه مفتاح من الذهب باش يفتح به الخزائن ديالو ديال الذهب والفضة والكنوز اللي عنده تحت الدار ديالو. ولكن غير شوية ديال الوقت وانقلب السحر على الساحر، وماتوا 3 من هذوك الرجال، والرابع هرب من المدينة وما لقاوش ليه الآثار. في الصباح من اللي فاق بن إسحاق لقى ورقة حدا راسو المضمون ديالها: كنطلب منك قبل ما تكمل الرحلة ديالك تمشي للمقابر ديال المدينة وترحم على الأهل ديالها. فعلا مشى بن إسحاق للمقبرة ووقف باش يدعي للأموات بالرحمة، ولكن فجأة شاف واحد القبر مكتوب فيه: المتوفى إلى رحمة الله محمد سالم اللحاد أدخله الله فسيح جناته. بن إسحاق ترعب من ذاك المنظر اللي شاف، حيث هذاك الرجل هو السيد اللي عرض عليه للمنزل ديالو وضايفه وتكلم معاه. بالصدمة اللي تصدم بن إسحاق مشى كيجري حتى خرج من المدينة، ركب فوق الناقة ديالو ومشى. وملي تلفت باش يشوف المدينة لقاها اختفت عن الوجود، لا هي لا الأسوار اللي كانوا دايرين بها. هاد القصة مأخوذة من رواية مخطوطة بن إسحاق مدينة الموتى للكاتب حسن الجندي. كتبقى واحدة من أروع الروايات بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم هاد المحتوى ديال الرعب.